رامي ترابيز 18 صبري ونيس 19. معنا سي لطفي السبتي مدرب اتحاد بقردان. سي لطفي مبروك عليك انتصار. سي لطفي 4-1 ينضرب بقردان قويه ولا مساكن ضعيفه؟ لا والله 4-1 نتيجه كبيره بالرسمي. احنا عرفنا كيفاش نستغلوا يعني نقاط القوه ونقاط الضعف. بقردان في جمعيه محترمه كما تعرف، مساكن زاد جمعيه قويه بصراحه وجمعيه محترمه. كنت نحكي مع سي سلاح تو، انا عندي ثقه كبيره في سي العذار سي المنظر، اللاعبين زاد معروفين وفي نسبه كبيره من الموسم الفارط. تقريبا بنك اللي فيه ما شاء الله بالنصر وفيه اسمه لونيس صبري وفيه لافونسونت اللي دخل توا، يعني هو البنك فيه ملاعبين يعني نجم يلعبوا في توتيلار في اي جمعيه. صار ريف انك تعمل فوبا تقوم باخطاء. احنا ممكن الهدف اللي جا بكري خلى اكثر ثقه اللاعبين مساكن ويفقدوا هما التركيز. ملاعبيتي انا قاعدوا مركزين، كانت عندهم ثقه في رواحهم. رجعنا في المباراه سجلنا وقت المساكن هبط اكثر الهجوم بيسجل اكثر اهداف. لعبنا احنا لاعبين اللي هما عندهم صبغه نتاع الهجمه المرتده، وفقنا ربي وسجلنا اهداف. هذا ما ينقص حتى شيء من هلال مساكن. هلال مساكن فريق عريق بمسؤوليه بلاعبينه بالمدرب نتاعه، وما الا عثره والمشوار مازال طويل. يعني انا وقت عيطوا لي في بدايه الموسم قلت هما فما دو بالي، فما زوج نقاط بحكم انا والجمعيه نعرف فما برشا حاجات نعرف. هو على مستوى اللاعبين ان نختاروا لاعبين ما نقولش انا مش معروفين، اما لاعبين جوا يحبوا يلعبوا كوره. شفت ما عندناش دو فيديت كيما عملوا، اما عندنا جروب هوموجين ناس تحب تلعب ونضاف. الاغلبيه ترى عندي في جمعيات اخرى وانا مختارن باللاعب يعني نضاف في الكومبورتمون، يعني تنظف بالي لا فما الكلونات ولا مشاكل في المجموعه نظيفه، تشوفهم يد واحده لاخر دقيقه، ما نشوفش فماش انذار، ما فماش عياط، ما فماش كلام على الاربيتر. البالي الثاني ان المسؤولين يصبروا. في بن قردان انا مشكله على مستوى التسيير ديما فما فوضى. احنا مالوريزمون انا نحكي على جمعيتي ونعرف كي يصبروا
ويبعدوا شويه على الفريق ويخلوا المجموعه تخدم ويخلي المسؤولين يخدموا، بخاطر ربي هذوما حاجتين يوصلوا الجمعيه لبر الامان ان شاء الله. ان شاء الله من موقع رسمي هلال مساكن شهر الراو اتحاد بن قردان في الوطنيه. بارك الله فيك، وان شاء الله هلال مساكن زاد تكون من الفرق اللي تصعد ان شاء الله في نهايه الموسم. وشكرا بارك الله فيك، ونشكر فرصه لان هذه المره الثانيه تقريبا ولا الثالثه اللي ننزل ضيف على السيت تاع هلال مساكن. مشكورين بارك الله فيهم، وانا شخصيا يعني كل احترام وتقدير لهلال مساكن كلاعبين اطار فني هيئه وكجماهير زاده، ومشكورين بارك الله فيكم.